صاحبي ازيك عامل ايه؟ بص بقول لك ايه، ما تيجي نطلع سوا كده يومين نفصل شوية، وبالمرة كمان في حاجات تستحق ان احنا نصورها. طيب بص خلاص، انا هنزل دلوقتي احجز التذاكر، ونتقابل بكرة في عبد المنعم رياض. اوعى تأخر بس بالله عليك. اه ما تنساش كمان تجيب مايو عشان احنا هننزل مية. السفرية دي كانت تقريبا تحدي، ازاي اقدر اسافر سيوة واقعد هناك وما ادفعش اكتر من 1500 جنيه بس. اول فلوس دفعتها كانت في الاتوبيس، اتوبيس غرب الدل، اللي اخد بينا تقريبا 11 ساعة من القاهرة لحد سيوة. وبعد ما دورت على فندق وقعدت فيه كنت تعبان جدا، قررت ان انا مصورش واستنى اثار من اول بكرة. هتسألني ايه هو اهم مكان لازم تزوره في سيوة؟ انا هقولك المكان اللي احنا رايحينه دلوقتي ده هو كهف الملح. حاجة بس بسيطة واحدة، انت لو هتيجي سيوة في الصيف اعمل حسابك ان انت الدبان مش هيسيبك في حالك. دلوقتي احنا موجودين في بحيرة الملح، المايه زي ما انتوا شايفين كده ورايا، من غير اي اديت. ادي الفيديو من غير اي اديت. المكان هنا يعتبر هي مناجم ملح. الكراكات بتحفر الارض دي فبتطلع، بيطلعوا منها الملح وبعدين بيقوموا مطلع المايه دي بتطلع من بطن الارض. الملح هنا بيتجدد تقريبا مرة كل 3 شهور او مرة كل 4 شهور. عايز اقول لكم على حاجه، احساس المايه المالحه بمليون جنيه. هو احساس يعني انا مش هعرف اوصف قد ايه الاحساس ده، ان انت تبقى قاعد كده، انت يعني انت عايم في ميه وطاير في الجو، انت حاسس الاتنين في بعض. في بحيرات الملح انت مش بتدفع اي حاجه، يا دوب تمن التروسيكل اللي بيوديك، وده تقريبا بيكون 40 جنيه. بعد ما خلصنا رحلتنا في بحيرات الملح كان معادنا ان احنا نوصل تاني محطة، كامب علي خالد، المكان اللي فيه عين مياه سخنة وعين مياه ساقعة، والمكان اللي لازم تروحوه بعد بحيرات الملح عشان تاخدوا شاور، وكمان المكان اللي هنفطر فيه أول فطار في سيوة. الفطار اللي احنا فطرناه ده فول وبيض وبطاطس ومربى وخيار وجبنة والشاي بقى والمية والحاجات دي كلها، وتنزل في عين المية السخنة وتنزل في عين المية الساقعة، كل ده ب40 جنيه. ودلوقتي هنروح على الفندق علشان نريح شوية ونروح للمحطة بتاعتنا الجاية. من أهم الحاجات في السفرية بتاعتنا دي كان هو الفندق، والفندق اللي قعدنا فيه كان فندق نور الواحة اللي موجود في وسط البلد في سيوة، وده اللي بيخليك سهل جدا تروح كل الأماكن في سيوة. الليلة فيه كانت ب100 جنيه، وكنا قاعدين احنا ال3 في أوضة،
وكمان كان في واي فاي. الواي فاي ده اسرع من الواي فاي اللي في بيتنا. ده غير كمان ان في قعدات كتير جدا، والحقيقه مستوى الاوضه كان اعلى من مستوى توقعاتنا. الاضاءه كويسه جدا، فيها طارد للناموس، وكمان مستوى الحمام كان فوق الخيال. ده غير كمان التلفزيون. كمان الفندق فيه مطعم بيقدم لك كل الاكلات اللي انت ممكن تحب تاكلها. احنا لسه واصلين من عين كليوباترا. عين كليوباترا من اهم الاماكن اللي لازم تزوروها في سيوه. بيقال عن العين دي ان كليوباترا جت استحمت فيها، وان اي بنت بتيجي تستحمى في العين دي بتطلع احلى من الاول. يعني هو بيقال، انا ما اعرفش. كانش ينفع ان احنا نبقى في عين كليوباترا وما نروحش عند اشهر واحد فيها، شاذلي، اللي بيعمل شويه عصاير مش هتلاقوهم في اي حته تانية. ده بقى اختراع ليمون، مش بنعناع، لا بريحان. هنا عشان تيجوا هتدفع تقريبا مثلا توك 20 جنيه. 20 جنيه المشروب ده ب 25 جنيه. يعني تيجي تقعد تنزل في العين، عين كليوباترا، كل ده 45 جنيه او 50 جنيه. بعد ما زرنا عين كليوباترا كانت الشمس قربت تغيب، علشان كده رحنا المكان اللي سيوة اتسمت بسبب واحة الغروب، علشان نشوف أجمل غروب في سيوة كلها، جزيرة فتناس. وبعد ما خلصنا في جزيرة فتناس اتعزمنا ان احنا نتعشى في جزيرة ام الصير وسط النجوم والهدوء. الوجبات اللي انا باكلها في حياتي وبحب الناس تشاركني فيها. انا فيجيتيريان بيضاوية. في الصحراء مفيش غير نار. انت وخيالك يا عارف امسك. وبعد ما اتعشينا في وسط الصحراء كان اليوم لحد دلوقتي خلص، وأكون دفعت 50 جنيه في المشوار لحد جزيرة فتناس وفي الأكل، ويكون لحد دلوقتي إجمالي الفلوس اللي دفعتها تقريبا 400 جنيه. استنونا في الجزء التاني عشان تعرفوا هل هقدر أقعد 3 أيام في سيوة من غير ما أدفع أكتر من 1500 جنيه ولا لأ.